ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد وروتين جديد. الفيديو بتاع النهارده تشجيعي جدا زي ما انتم شايفين كده في المقاطع اللي معانا في اول الفيديو. هطلب منكم بقى لو اول مره بتشوفوا قناتي وعجبتكم اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلكم اشعار بيه. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العام الدراسي الجديد، ويا رب يبقى عام سعيد علينا كلنا. النهارده بقى معانا روتين عميق جدا في البلكونه واوضه الاطفال. هنمسك البلكونه واوضه الاطفال، بصوا نمرشهم كده من السقف لحد الارض. اول حاجه ابتديت بالبلكونه، شطفت السور كده بميه، والوزره بتاعت السيراميك اهم من السيراميك ذات نفسه، بتبقى شايله بقى كميه تراب. وهنا بقى مالك كان واقف معايا، كان بيناولني الميه، كان عايز يعني يعمل معايا وكده، كان عايز يرش هو، بس طبعا ما رضيتش، هيغرق الدنيا ومش هيعرف ان هو ينظف الشيش. زي ما انتم شايفين الشيش مليان تراب، فطبعا شطفت الشيش كده كويس. وطبعا البتاع بتاعت الزرع دي انا كنت لسه شطفاها فمش هشطفها. لمعت بقى كده ورا الشيش من طرطشة الميه لو في حاجه يعني مبقعه تراب او كده. واخدت برضو الضرفة التانية كده من الشيش، شطف شطف شطف. عايزه اقول لكم ان الروتين دوت، بصوا انا تعبت يعني، بقالي حوالي 3 ساعات شغالة او اكتر كمان. البلكونة عملتها الاول، وبعد كده رحت عملت الغدا، وبعد كده هنكمل بقية الأوضة. المهم بقى بعد ما شطفت طبعا البلكونة ولميت المية، بلمها بقى بإيه؟ طبعا الأرض بتتغرق مية كتير، بحب ان انا المها كده بالجاروف، بيسهل عليا كتير لان انا بدلق حوالي طبقين كده من المية عشان الشيش طبعا ينضف كويس من التراب. دوت يعني بصوا احسن حل لما يبقى الشيش متوسخ معاكي او عليه تراب كتير. المهم بقى بعد ما مسحتها بفوطة همسحها تاني بقى، حطيت بقى ديتول وحطيت بقى دوني وظبطت الدنيا كده. همسحها بقى مسحة حلوة، شايفين الوزرة بتلمع بتلمع. مالك الله يبارك له هو اللي مشيلي على الوزر، اي حاجة بعملها فيها وزر هو اللي بيمشيلي على الوزر بتاع الأوضة بتاع البلكونة كده يعني. هو بيحب يمشي على الوزر كده، بديله وايبس وبيبتدي ان هو ايه، ينضف لي الوزر بتاع اي حاجة انا بعملها. شايفين بقى الاتقان في الوزرة بتلمع. المهم فرحانه بالوزره جدا لان تنظيف الوزر دوت حاجه بتخنقني. تخيله ان انت تقعدي تلفي على الوزر كله، فهو بقى عايل وفرحان وفاهم ان هو كده ايه بيمسح معايا يعني. بعد طبعا ما خلصت بقى البلكونه كده اتظبطت وبقت مية مية. ابتديت ان انا مسكت البلكونه بس السلك بقى والازاز، يعني الشيش كده خلاص خلص. مسكتهم بقى بالفوطه، طبعا كنت بقى كل شويه بشطف الفوطه عشان طبعا الشيش ابيض، فلو هي لمت تراب وجيت تعملي حته تانية هتلاقيها وبخت كده او لبخت. المهم بقى هنضف كده الازاز كويس جدا. وعايزه اقول انا مش عارفه يعني ازاي، بقالي حوالي شهر، بقالي شهر بنضف في الشقه. بصوا من احنا ابتدينا من الفيديو بتاع اوضه النوم، اللي هو تنظيف اوضه النوم تنظيف عميق. هسيبه لكم طبعا في صندوق الوصف كل التنظيفات اللي عملناها. المهم ان انا حاسه ان انا بقالي كتير قوي في الدوامه دي، طبعا كلنا كده. بس قلت لا انا هفرش قبل الدراسه، يعني ما كنتش ناويه افرش دلوقتي، بس قلت ايه خلاص هفرش عشان يعني الواحد يحس باستقرار كده ويحس ان البيت خلاص نضف. انا فرشه طبعا اوضه الركنه، هي الوحيده اللي اتفرشت في الشقه كلها. هسيب لكم طبعا كل الفيديوهات في صندوق الوصف. ده شكل البلكونه بعد ما اتفرشت. العيال بصوا فرحوا بيها جدا. هنا بقى كنت انا فصلت تنظيفات، رحت طبعا صليت المغرب. الروتين بادئ من بعد العصر. المهم من بعد العصر لحد لما المغرب اذن كنت بعمل في البلكونه. خلصتها ورحت بقى ايه، صليت المغرب وعملت لهم الغدا وغديتهم، ورحت بقى ايه داخله على الاوضه بقى. يعني عايزه اقول لكم ان انا مخلصاها لسه ما فيش قبل ما انزل الفيديو كده بساعه، يعني اللي هو ارتحت شويه وقلت بقى ان انا منتج الفيديو. المهم بقى كده شلت الرفوف، شلت كل حاجه موجوده على الرفوف وهلمعهم حلو. وتعالوا اكمل لكم بقيه الكلام. انا ما كنتش عايزه افرش دلوقتي، عيد ميلاد محمد يوم 28/10، فكنت عايزه افرش بعديه. فقلت كده كده الشقه اصلا مش بتتبهدل قوي يعني عادي، والحافظات مفروشه على السجاد، فعادي انا هفرش عشان العيال ايه يحسوا باستقرار كده بقى، يعني خلاص الدراسه داخله. وانا بحب اما كنت في المدرسه كنت بحب ان الشقه تبقى مفروشه. عشان انتوا لو سنه ماما اتاخرت شويه ودخلنا المدارس قبل مش الشقه، كنت لما برجع من المدرسه بقى الاقي الشقه مفروشه كنت بفرح جدا. وايه بقى الشقه شتت بقى لبست السجاد والستاجر. فالعيال عايزه اقول لكم اصلا ان انا السجاد العيال عمالين يشقلبوا عليه.
اللي هو مش فاهمه في ايه ده، سجاد في ايه. بس كلنا كده كنا عيال بنفرح طبعا لما الشقه بتشتي، وبنفرح لما بتصيف، بيبقى تغيير اصلا يعني. الواحد بيحس بقى كده بالدفى وبالشتاء. لما بيجي موسم بقى الصيف او فصل الصيف والشقه تقلع، الواحد بيحس بقى كده بقى ايه، بالرحرحه بقى كده وبالطروه. المهم ظبطت كل الرفوف بتاعتي ولمعت كل حاجه. عايزه اقول لكم ان كل حاجه من الحاجات دي ماسكاها بمناديل، ده اللي اخرني جدا في الروتين. كل المكاتب دي فوق وتحت وحيطان، كل حاجه اتعملت في الاوضه، حتى المروحه. يعني مفيش حاجه ما اتعملتش الا فوق الدولاب. قلت برضو اسيبه في روتين تاني يبقى اعمله، لاني تعبت جدا، الاوضه تعبتني. وكل حاجه بقى الحاجات الصغيره دي لما تقعدوا تلمعوهم التراب بتبقى متعبه جدا. فرشت بقى كده السجاد. وده الروتين بتاع النهارده. بكره هنكمل باقي الروتينات. يا رب يكون عجبكم وتكونوا كده اتشجعتوا بيه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك. والفيديو بتاع بكره بقى نشوف روتين قبل الدراسه بيوم، نشوف هنعمل فيه ايه. الفيديو هيعجبكم جدا. انا مالك بقى كان بيفرش هو معايا السجاده ديت، وانتظروني بقى في الفيديو بتاع بكره.